النهاردة بيتكلم عن قاتل مجنون اسمه الفنان اللي بيطارد النساء اللي ليهم خطايا، بيحنط جثثهم وبيحفظها على شكل ملاك وبيسيبها في أماكن في المدينة عشان الشرطة تلاقيها. بس قبل ما نبدأ الفيلم خلينا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيبدأ فيلمنا مع المحققين وهم جايلهم بلاغ إنهم لقوا جثة في الكنيسة، ودوتش بينادي على المحقق جيك وبيقول له بلاش تدخل عشان مش هيعجبك اللي هتشوفه، سيبه يدخل. وبيتصدم أول ما بيشوف الضحية، ولما بيشوف المحققة ماري وهي بتفحص الجثة بيروح يقولها المفروض ما تقربيش منها لحد ما يكون هنا محقق رئيسي. قالت له مفهوم، بس انت متأخر نص ساعة. وبتكمل وتقول له كاهن الكنيسة بيقول إن عمره ما شاف الضحية في الكنيسة قبل كده. قال لها مش علشان كاهن يبقى صادق في اللي بيقوله. يجي رئيسهم بينادي على جيك، بياخده على جنبه وبيقول له أنا كلمت الدكتور لوش واتأكدت منه إن الفنان لسه محبوس في القفص. استنى لما يخلص CSI اللي هو التقرير وما تسبقش الأحداث. فبتقول له ماري كنتوا بتقولوا ايه؟ بنتكلم عن بعض الشياطين القديمة. بتروح ماري للبيت واللي بيطلب منها جوزها انها تشوف ابوها ولو مرة واحدة. قالت له انها مش هتقدر تعمل كده ويا ريت ما تتكلمش في الموضوع ده مرة تانية. وبنروح لمركز الشرطة والرئيس عامل اجتماع وبيقول لهم الضحايا بالمناسبة عبارة عن حريم وبس متغطين بمادة تيجينية، والمختبر اكد انه نفس المكون اللي كان على الضحايا قبل كده. واضح اننا بنتعامل مع واحد بيحاول يقلد الفنان في طرق القتل بتاعته. بتقاطع ماري بتقول له انا معرفش ان في جرايم قتل تانية مرتبطة بالجريمة دي. انا كنت فاكر ان جيك حكالك. قالت له شكله نسي يقول لي. قال لها طيب باختصار كده من 5 سنين كان في قاتل محترف اسمه ماود لفيوفر المعروف باسم الفنان، خطف وقتل 6 نساء واللي كانوا فتيات ليل وعمال جنس. اولا سممهم وحفظهم باستعمال الريسين المستخرج من بذور الخروع، بعد كده رتب وزين الجثث كأنهم احياء باستعمال الاطارات المعدنية وبيسيبهم في اماكن مختلفة في المدينة عشان نقدر نلاقيهم بسهولة، وبيسميهم تحفة. قلت له انا فاكرة حاجة زي كده، ده كان قبل النهائيات تقريبا، عشان كده التفاصيل مشوشة شوية عندي. انتوا مسكتوه في الاخر ازاي؟ قال لها مسكناه من خلال شغل وتحقيق كويس ومحققين خبرة، وواحد منهم قاعد جنبك دلوقتي واللي هو جيك. بننتقل لمقر القاتل واللي هو بيقلد الفنان وبنشوفه بيجهز جثة جديدة عشان يزينها ويخليها شكل التحفة. بيفتح بقها وبيشيل سنانها وبيرسم شكل الملاك، بيحضر الجناح بتاعها والحاجات اللي هيستخدمها على الجثة. وبنشوف ان المحقق جيك بياخد حبوب مهدئة وبيبان انه متوتر دايما وانه في حاجة مش طبيعية. بيروحوا لمكان الجثة الجديدة وبيقول لهم الرئيس ان عامل محطة القطر لقاها من ساعة، يكون القاتل حاططها على مقدمة القطر ومزينها كأنها تحفة فنية زي اللي قبلها. وبنشوف الرئيس وهو بيقول لهم ان المدينة لسه بتتعافى من اللي حصل من 5 سنين، ما كانش ناقصنا غير واحد بيقلد الفنان يرجع ويحيي الكابوس ده. وبيقترح انه يبعت دوتش عشان يقابل الفنان ويعرف منه اي معلومات عن اللي بيحصل عشان اكيد عارف مين بيقلده. بيعترض جيك وبتقول ماري ان دي حركة جريئة لكن تستحق المحاولة، وبتهيألي لو لعبنا على غروره هيتضايق ان في حد غيره بيحاول يقلده، لكن دوتش مش هيقدر. وانا من رأيي نبعت حد تاني. بيقول لها الرئيس بتفكري في مين؟ قالت له انا، لان عندي خلفية في علم النفس. قال لها انا قرأت ملفك كويس يا ماري. قالت له طيب ايه رأيك؟ وصدقني مش هتندم على اختياري. قال جيك هي مش جاهزة لده لسه. قالت له شكرا بس انا قادر اخد قراراتي بنفسي. تعصب جيك وبيسيبهم وبيخرج. وبيقول لها الرئيس انا هتصل بالدكتور لوش وحدد معاه ميعاد بعد الظهر. فبتشكره وتخرج. في طريقهم للمستشفى بيقول لها جيك انا مش هدخل معاكي للفنان. قالت له ليه؟ قال لها عشان لو كنت عاوزة تكسبي ثقته فده هيكون مستحيل في وجودي عشان تاريخنا مع بعض مش كويس. قالت له هو في حاجة بينكم غير انك سجنته؟ قال لها الناس بيفتكروا الفنان عشان الطريقة اللي كان بيقتل بيها لما قتل 6 نساء وحنطهم، لكنه في الحقيقة اخد 7 ارواح مش 6. قالت له قصدك ايه؟ بيوريها صورة على موبايله وبيقول لها زيك اندريس ريكي من 15 سنة وصديق عمري، الليلة اللي وصلنا فيها للفنان زيك اتعرض للقتل. قالت له انا اسفة جدا ما كنتش اعرف. قال لها لسه ما خلصتش، في الليلة دي كنا بنتابع الفنان في سيارة دورية وخبطنا في بعض واتقلبت العربيات وانا فقدت الوعي اللحظة لاني مش فاكر زيك خرج امتى من السيارة. اللي انا فاكره ان انا شفته وهو واقف جنب الفنان وغرق نفسه بالغاز وحرق نفسه. يوصلوا للمستشفى اللي فيها الفنان وبيقول لها الدكتور ان المسجون الوحيد اللي محكوم عليه بالاعدام في المستشفى هنا. قالت له لكن المحكمة اثبتت صحة قواه العقلية. قال لها بس عشان الاذى النفسي لانه كان بيقطع اطرافه وبيرسم بيها على الجدران بالدم. تدخل تقابله ماري وبيجي الفنان وقبل ما تعرفه ماري بنفسها بيقطعها وبيقول لها انا عارف انت مين. قالت له في حد بلغك اني جايه؟ قال لها صديق مجنح اللي قال لي. قالت له انا واثقه ان شخص زيك بيستغل وقته احسن بكتير من
من انه يتكلم مع الطيور. قال لها ومين قال اي حاجة تخص الطيور؟ بتقول له سبب وجودي النهاردة هو بيقطعها وبيقول لها جاية بخصوص المقلد اللي بيقلدني يعني، وعاوزة تعرفي رأيي ايه في المسألة دي. قالت له اتمنى ده، يمكن لو شفت الصور اللي معايا للضحايا تقدر تلاحظ حاجة تساعدنا في القضية دي. قال لها حتى لو لاحظت انا هستفاد ايه؟ قالت له انا فاكرة ان شخص زيك مش هيحب يلوث ماضيه عشان خاطر منتحل بيقلده. قال لها لازم تعملي حاجة تخليني اساعدك. قالت له حاضر، هتكلم مع الدكتور لوش واخليه يغير وجبتك ويجيب لك اكل احسن. قال لها باقي اسبوعين على اعدامي وفاكر ان انا هقتنع بقائمة اكل جديدة؟ لا خلينا ندخل في الموضوع على طول. انا عاوز احول حكم الاعدام لمؤبد. قلت له انا ما عنديش السلطة ان اعرض عليك ده. قال لها هيكون عندك السلطة لما تعرضي حاجة على السلطات. ممكن اشوف صور الضحايا؟ بتوري له الصور. قال لها زيها زي اي صورة على الانترنت، ممكن اي حد يلاقيها لو عرف هو بيدور فين، واستخدمها عشان يقلدني، يعني ممكن يكون القاتل اي شخص عادي. قالت له لا ده مش شخص عادي، ده نفس المادة اللي كنت انت بتستخدمها بالظبط. الشخص ده عارف كتير عنك، يمكن يكون حد عرفته او قابلته قبل كده. قال لها ممكن تسيبي لي الملف الليلة، عاوز ادرسه بالتفصيل. قالت له هديه للدكتور لوش يوصله لزنزانتك. قالت له عندي شوية اسئلة عشان تنشط الذاكرة بتاعتك، يمكن تفتكر حاجة. قال لها ذاكرتك قوية مش محتاجة انعاش، عاوز مساعدتك في حاجة تانية. قالت له ايه هي؟ قال لها تجهيزي الفني كان في خزنة اسم مدير الشرطة من وقت حبسي وانا عايز ارجعهم بالاذن عشان استخدمهم في زنزانتي. لازم ارجع تجهيزي الفني يا ماري والا مش هنكمل مع بعض وده غير قابل للتفاوض. قالت له اشوف انا هقدر اعمل ايه، ولو لقيت اي حاجة في الملف دكتور لوش هيديك تليفون عشان تكلمني. قبل ما تقفل بيقول لها عرف كبير الملايكة واللي هو صموئيل؟ قالت له ايوه، لكن انا اتجوزت قصص الخيال ده، وبتسيبه وتمشي. بتنزل لجيك وبتقول له واضح ان في حد جوه بيزوده بالمعلومات لانه كان عارف ان كنت جاية وعارف السبب كمان. قال طيب هو هيساعدنا؟ قالت له عنده طلبات. قال لها ايه هي؟ قالت له عاوز تخفيف حكم. قال لها مستحيل. قالت له يمكن يكون عارف حاجة. قال لها ما تبقيش ساذجة يا ماري، هو قال لك اللي انت عاوزة تسمعيه وبس. بتزعل منه فبيعتذر لها وبيقول لها كلها اسبوعين وهيتعدم والعالم كله هيرتاح منه. بيقفوا في الطريق عشان يجيبوا قهوة. بتفتح ماري الدرج وبتشوف فيه حبوب مهدئة وكتاب، وفجأة بيجي متشرد بيخبط على الازاز وبيخضها وبيسيبها ويمشي. بيروحوا للدكتور اللي بيقول لهم ان ولا حمض نووي ولا حتى اثر بصمات زي الضحايا قبل 5 سنين بالظبط. نرجع للفنان وهو حاطط الصور قدامه وبيدور على حاجة، ولما بيلاحظ حاجة بيروح يطلب تليفونه وبيكلم ماري. بيقول لها شكرا انك رجعتي لي الواني زي ما قلتي لي. قبل ما اقول لك اي حاجة حابب اوضح لك امر بسيط، واللي هو ان اي مساعدة هقدمها لك فهي ليكي انت وبس، مش لاصحابك في الشرطة ولا لاي حد تاني. مفهوم؟ قالت له مفهوم. قال لها اخر ضحية للمقلد واللي هي البنت المصلوبة، شاف الطبيب الشرعي قص جناحها ولا لا؟ قالت له ده هيكون مهم في ايه؟ قال لها لانها هتكون محتاجاهم. قالت له ليه؟ قال لها رحلتها في الحياة التانية. ترجع جري للدكتور وبتدور في الجناح بتلاقي ريشة طلاء أظافر. بيقولوا لها ايه ده؟ بتقول لهم فرشة طلاء أظافر، النوع ده اتوقف من سنين. قال لها وعرفتي كل ده من الفرشة؟ قالت له ان النوع ده اللي كانت بتحطه في المدرسة الثانوية واللي والدي كان بيكرهني بسببه وبياخدها وتمشي. رحت اوريها للرئيس وبتقول لجيك انه شاكك في الطبيب الشرعي. بيسأله الرئيس ليه؟ قال له يمكن يكون بيتواصل مع الفنان ويمكن كان عارف ان الفرشة في الجناح من البداية لكنه ما قالش ده. قال له هيعمل كده ليه؟ وبعدين انا عارفه من 5 سنين. قالت ماري بتهيالي لازم نخلي الفنان في صفنا عشان يتكلم اكتر. اعتقد ان لازم نطلب تخفيف حكم. قال لها الرئيس هنحتاج لأكتر من مجرد فرشة عشان نقدر نقرب من الحاكم ونطلب منه ده، لكن لو حسيت انك وصلت لحاجة استمري وانا هزودك بالدعم اللي محتاجاه. اللي ممكن اسألك سؤال؟ ليلة اعتقال الفنان حصل ايه بالظبط؟ قال لها جيك وزيك كانوا بيلاحقوا الفنان سايقين بسرعة عالية، وجيك فقد السيطرة وتعرضوا لحادث سير واتحرقت السيارة. جيك لحق يخرج لكن زيك ملحقش ومات مكان الحادث، وجيك عانى من حروق كتيرة في دراعه على الشمال لكنه قام واعتقل الفنان. بتروح ماري تدخل الأرشيف وبتاخد ملف القضية وبتقرأ اللي حصل في التحقيق بين جيك والفنان. في حوار بين الفنان وجيك بيقول له طبعا مش هتسلم عليا. قال له انا افضل ان اسلم على الشيطان بدل منك. قال له خلي بالك من اللي بتتمناه. قال له انت عارف انك مجنون. قال له تفكيرك غلط يا جيك، خصوصا من شخص شاف اللي انت شفت. انت فاكر ان زيك راح للضوء لكن هو الضوء نفسه. بيتعصب عليه وبيطلع سلاحه ويوجهه في وشه. بيقول له الفنان انا ما لمستوش، صاحبك حرق نفسه. بيدخل الرئيس وبيهدي جيك وبيقول له نزل سلاحك وبياخده يخرج. تاني يوم بنشوف صياد بيشوف ضحية جديدة متزينة بنفس الطريقة على مركب في البحيرة. بيوصلوا للبحيرة وبيشوف الجثة على شكل شيطان، وبتلاحظ ماري تحت ضفر الضحية في إبرة بوصلة. بتاخد ملقاط وتخرجها. بيقول لها جيك دي إبرة بوصلة أثرية زي اللي شريكي زيك كان عنده واحدة منها بالظبط. عمري في يوم ما شفته من
غيرها. لكن يوم وفاته لما جت مراته عشان تاخد مقتنياته ما شفناش إشارة على البوصلة. بعدها بنروح المستشفى للفنان اللي بنشوفه بيتشنج وماسك صورة في ايده. بتقول له الدكتور تعرف منين انه مش بيمثل؟ قال لها لانه عانى في طفولته من حوادث زي دي. قالت له عندك اي نظريات للسبب؟ قال لها هو عنده 10 سنين اتعرض لجلطة دموية في الدماغ بعد ما وقع وعاش سنتين بعدها في كرسي متحرك، والمناطق اللي اتضررت من دماغه اتعرضت لتهيج مرة تانية في وقت اللي اتحبس فيه بسبب استعمال القوى المفرطة بواسطة المحقق دويل. قالت له لا انا قرأت تقرير الاعتقال ومفيش اي سوء تصرف من جيك. قال لها وبرضه ما تذكرش انه قضى 3 شهور في العلاج بعد كده. قالت له الفنان. قال لها لا جيك انا كنت فاكرك عارفة يا ماري. بعدها بنروح لمالها ليلي اللي بنشوف فيه المقلد وهو بيتابع واحدة من الراقصين في البار. وبعدها بنرجع للمستشفى واللي أول ما بتدخل عليه ماري بيعرف إنها جت، فبتقول له أنت عرفت عن فرشة طلاء الأظافر؟ قال لها فرشة إيه؟ قالت له قلت لي أروح أدور في الجناح. أنا قلت لك تدوري فين لكن ما قلتش ليك أنت هتلاقي إيه. قلت له ليه فرشة طلاء الأظافر وإيه أهميتها؟ قال لها لأن دي حاجة أنا شخصيا كنت بعملها، بحط أداة شخصية جنب كل جثة. التحاليل الجنائية ما كانتش بتعرف تكتشف ده في كل مرة، ودي ممارسة دفن قديمة، أداة لمرافقة الموتى في رحلتهم للآخرة. لكنك مش بتؤمني بالحياة الآخرة مش كده يا ماري؟ تعرف إن في مذكرة اتكتبت لتخفيف حكمك؟ أنا عندي شك إنك هتوصل حتى لدولة الحاكم في أي حال من الأحوال، ولما بتسيبه تمشي بيقولها بالمناسبة كان عندك حق، اللي بيقلدني عارف أنا كنت بعمل إيه كويس، يمكن بشكل جيد جدا يخليني أسأل نفسي إن عندي عدد من المعجبين، وأنا قابلت ناس منهم قبل ما اتحبس، وكمان قلت لناس منهم على أسراري، عشان كده احتمال كبير جدا إن بين الرسائل اللي في إيدي دي يكون المشبوه اللي بتدور عليه. بتقول له أنا هبقى مبسوطة جدا لو جيت وساعدتك تدور فيهم. قال لها محدش بيبص في رسائل غيري، هحتاج وعد منك على كده. قالت له وعدك. وبعدين بتسأله ايه اللي تعرفه عن بوصلة مفقودة؟ قال لها معرفش حاجة عن بوصلة يا ماري. قالت له إبرة بوصلة لقيناها تحت ضافر الضحية. قال لها ورينا الصورة. لما شاف الصورة قال لها بوصلة ناقصها إبرة أو يمكن تكون إبرة ناقصها بوصلة، انت ايه رأيك يا ماري؟ قالت له ده تضليل. قال لها لا دي روح تايهة بتكافح عشان تلاقي طريقها. بتسيبه بعدها وتمشي. بنروح لمقر الفنان اللي بيكون خطف الراقصة اللي في الملهى ورابطها، بيجهز المواد اللي بيستخدمها وبياخد مسامير وشاكوش وبيروح عندها. بتقول انا مش عاوز اموت لكنه مش بيرد عليها، وبيقص لها شعرها بالمقص، بعدين بيحط مسمار في جبهتها وبيضرب عليه بالشاكوش يموتها. بعدها بنشوف ماري تتعشى مع جوزها وبيسمعوا صوت حاجة وقعت، فبتقوم تشوف ده ايه. بتدخل غرفة نومها بتلاقي أباجور على الأرض، وفجأة بيتهجم عليها حد من ظهرها وبيحاول يخنقها، لكن جوزها ويجي يلحقها فبيوقعه ويهرب، وبتجري وراه ماري لكن مش بتلحقه. ولما جيك بيجي بتقول له ان ده نفس المتشرد اللي اتهجم عليها لما كانوا واقفين بالسيارة ونزل يجيب قهوة. يجي لجيك اتصاله بيقول له ان الفنان ضرب من جديد. قال لها ارتاح انت يا ماري، لكنها بتلحقه وتقول له هاجي معاك. بيروحوا يلاقوها في متحف وجبينها مليان مسامير على شكل تاج، وبيعرفوا ان في 5 ساعات مش موجودة من التسجيل الكاميرات. تروح تدور على اي حاجة في الجثة لكنها بتلاقي بوصلة زيك، وبيكلم جيك المركز عشان يبعتوا الابرة بيركبها في البوصلة، فبتوجههم ناحية صورة على الحيط اللي بيلاقوا وراها رسالة مكتوبة باللغة الهولندية، منظر الجحيم الطبيعي. بيقول لها ان زيك قبل ما يموت بعت له رسالة بنفس الجملة دي وكتاب قديم. بيروحوا عشان يشوفوا نسخة منه في المكتبة بيلاقوه، وبيقول لها جيك انه قرأ الكتاب مرتين لكنه ما فهمش زيك كان بيحاول يوصل له ايه. بتفتح الكتاب وبتقرأ وبتشوف كلمة صموئيل، تقول له ان الفنان ذكر الاسم ده قبل كده. قال جيك صموئيل ده ملاك اتطرد من الجنة للجحيم، واللي له اسم مشهور بيه اكتر وهو ابليس. ده بنروح للغابة وبنشوف واحدة اللي هي وكيلة الحاكم على حصانها. في نفس الوقت الفنان بيكون في النوبة اللي بتجيله، وبتلاقي البنت حمامة اتشبكت رجليها في الغابة بتنزل عشان تحررها. بعدها بيجي واحد من وراها يخطفها ويروح طرد للدكتور في صور للبنت اللي خطفها القاتل وهي مربوط. بيبعت الصور لمركز الشرطة. بتقول له ماري واضح انه عاوز يثبت نفسه للفنان. بيقول لها رئيسها او يمكن بيتباهى انه يقدر يعمل اكتر من اللي الفنان عمله، عشان كده خطف شخصية مهمة زي دي. بنروح للقاتل واللي هو بيدهن جسم الضحية بالمادة اللي بيستخدمها وهي بتصرخ. بيخرجوا الفنان زنزانته في المستشفى، وبيدخلوا فريق بحث يدور على اي حاجة في الزنزانة توصلهم بالقاتل، لكنهم مش بيلاقوا حاجة. بيرجعوا بعد ما يمشوا لزنزانة
خيانته لما بتروح له ماري بيقول لها بالمناسبة اصحابك كانوا هنا. قالت له دي مش فكرتي، انا حاولت امنعهم ما قدرتش. قال لها انت فاكرة انا قلت لك ايه يا ماري؟ مش قلت لك اني بساعدك انت بس مش هما؟ انا اخدت كل رسايلي وحرقتهم. فبتتصدم ماري. بيكمل يقول لها لكن مش قبل ما احفظهم في ذاكرتي. بتقول له ارجوك قول لي على اي حاجة فاكرها. قال لها قولي لي انت الاول، ممكن تصدقي ان في شخص عقله حر لكنه مسجون داخل قفص؟ قالت له مش فاهمة. قال لها الرسم. بعيد ذكريات الطفولة وهو صغير نشوف ان باب البيت بيخبط فبتدخله امه غرفة وبتقفل عليه وبتقول له خليك ساكت ما تتكلمش، لان بيكون جاي لها واحد على علاقة معاه، وهو قاعد جوه بيرسم صورة الملاك شايفها في الكتاب. لما بيمشي الراجل وبتدخل امه تاخده بتعصب عليه وبتقطع الورق اللي في ايده وبتقول له مش قلت لك ما ترسمش رسمات دينية تاني؟ انا مش هتحمل غسيل الدماغ ده تاني. قال لها بس انا بحب اسلوب الاساتذة القدام. قالت له عاوز ترسم ارسم كلب او حتى شخص حقيقي مرة واحدة، وبتزقه جامد بتوقعه على راسه على الارض وبيتشنج. وبنرجع للحاضر وبيقول لها فضل سنتين بعدها على كرسي متحرك وبينادي بصوت عالي على جيك وبيقول له انت اكيد عارف كل اللي انا بحكيه ده مش كده؟ اخرج من مكانك، انا عارف انك سامعني. قال له ماري انا عارفه ان طفولتك كانت صعبه لكن الوقت مهم، انا عاوزاك تتكلم معايا عن المجرم ارجوك. يقول لها طيب طين النحت اللي عندي خلص. قلت له هخليهم يجيبوا لك غيره بس كلمني عن الاكل. الراجل المحترم اللي بتدوري عليه مزور لوحات متدين، كنت بروح لمتجر اثري صغير اسمه لانجدون وابنائه وهم هناك عرضوا عليا تقليداته. بيروحوا المتجر وبياخدوا صوره من هناك، بيقول لصاحب المتجر مين اللي رسم الصورة دي؟ قال لها هو حب انه يبقى مجهول، دفعت له كاش وما شفتوش مرة تانية. وهم خارجين من المتجر بيضرب المتشرد عليهم نار فبتجري ورا ماري وبيحصل اطلاق نار بينهم، لكن ماري بتصيبه في رجله وبيقوم يكمل جري. ولما بتحصله في موقف سيارات بيقول لها كان لازم تسمعي كلامي يا ماري. بتقول له اقف مكانك. قال لها مش هتقدري تضربيني، الوقت اتأخر خلاص. وبيجري يرمي نفسه من فوق وبيموت. وبنعرف انه كان ممرض وكان على اتصال بالمجرم لانه كان مسؤول في المستشفى عن ادارة الادوية وكان بيزوده باللي هو عاوزه. طبعا بيوصلوا البصمة على اللوحة اللي اخدوها من المتجر وبتقول لماري ان البصمة ده ست، ونفس البصمة موجودة عندنا في ملف من اعتقال دعارة من سنوات. الاسم والعنوان موجودين عندك في الظرف. بتروح للبيت اللي عنوانه في الظرف مع الشرطة، ولما بتدخل بتكتشف ان ده بيت الفنان نفسه وان محنط امه من سنين في البيت وما دفنهاش، وكان مخليها فار تجارب عشان يجرب عليها المواد اللي بيستخدمها على الجثث والضحايا بتاعته. ترجع للفنان وبتقول له انت عرفت ان اللوحة هتودينا البيت وكمان كنت عاوزنا نلاقي جثة والدتي، ليه عملت كده؟ قال لها عشان كنت عاوزك تعرفيني على حياتي. قالت له انا قرأت كل سجل وكل ورقة حتى اسمك عليها وعارفة انت مين كويس جدا. قال لها وانت فاكرة ان في حقائق فعلا في الملفات دي؟ ده بدأ لما كنت بعمل تحفة اسمها منظر الجحيم الطبيعي، وبعدها سمعت صوت وكان صوت صموئيل. زعله بتقول له انا ليه واقفة وبسمع منك كل ده؟ قال لها الصوت ده فتح لي ودني وعيوني وعرفت انا مين فعلا. قالت له انت ما قلتليش حاجه عن اللي بيقلدك وانا هبلغ الحاكم. وبتيجي تمشي بيقول لها للاسف انا ممكن اقول لك انت ممكن تلاقيه فين بالظبط. قالت له انا ليه المفروض اصدقك؟ قال لها عشان ما فيش اختيار تاني عندي، الوقت اللي هخلص فيه هيكون معاك العنوان بالظبط. قالت له تخلص ايه؟ قال لها هنحتك. قالت له انت راجل مريض لانك مش فاهم حاجه، لو وكيلة الحاكم ماتت انت على كرسي الاعدام وطبعا انت مش مهتم ولا في دماغك. بيسكت وبتسأله بتعمل ايه؟ قال لها منتظر. قالت له اكيد انت مش بتتكلم جد دلوقتي. قال لها بتكلم جد بشكل مميت، ارتاحي لو عاوزة العنوان. بتقول له اتفقنا، معاك 10 دقايق مش اكتر ولا حتى ثانية بعدها وتديني العنوان. قال لها اتفقنا. هو بينحتها بيقول لها تعرفي يا ماري ان لما بشوف شخص قصته بتتكشف كلها قدامي. قصتك هي حكاية شابة عندها اصابات فظيعة في جسمها من طفولتها. قالت له كلنا عندنا جروح قديمة. لا الجروح دي هي العلامة المميزة للمحاربين مش كده؟ وربنا كان يقدر يشفي كل جروح لكنك اديتيله ظهر ليه يا ماري؟ قالت له والدي. قال لها الراجل اللي ما شفتهوش من سنين كتيرة ولحد الآن رافضة تقابليه، هو كل اللي عاوزه انه يودعك قبل ما يمشي. قالت له انت عرفت ده ازاي؟ قال لها رفضت تقابليه ليه يا ماري؟ بتقول له انت ما تعرفش هو عرضني لايه. قال لها عرضك لايه؟ استغلك زي ما والدتي استغلتني. قالت له لا انا ولا انت زي بعض وما تشبهناش ببعض، الراجل ده ما لمسنيش، ان هو كان بيحط ايده على النار وهو بيقول ده اللي بيحصل للحم في الجحيم وانا ما قدرتش اوقفه. قال لها وتقدر تشم جلده المحروق صح؟ قالت له لحد دلوقتي اقدر اشمها. لا هو خلاكي مسؤولة عن العذاب اللي كان هو بيعاني منه. طب بالنسبة للكوابيس يا ماري قولي لي كنت بتشوفي ايه؟ قالت له بشوف ناس بتقع. لها فين؟
قالت له في النار. الحرق كان حقيقي جدا ولحد الآن بحس بيه لما أقوم من النوم. لا لسه الكوابيس دي بتجيلك؟ قالت له لا، في الوقت اللي بطلت فيه إن آمن بالجحيم اختفى، ووالدي معرفش يخوفني بيهم مرة تانية. قال لها بس ده خلاه إنه يحاول أكتر صح؟ قالت له قال إني كنت ممسوس وإني احتجت مساعدة، وبعدها بدأ يسحبني للاعتراف يوديني الكنيسة. قال لها ووقتها بدأت تغويه في كشك الاعتراف. قالت له أغوى مين؟ قال لها الكاهن اللي اعترفتي له، الأب ديل اللي بيشاركك سريرك دلوقتي. قالت له أنت بتكلم مين ومين قال لك الكلام ده؟ قال لها عارفة أنت بتشاركيه السرير ليه يا ماري؟ قالت له أنا مش مضطر إن أجاوبك على الأسئلة دي. قال لها طب أقول لك أنا السبب؟ قول له اسكت. حبينا بعض. قال لها الحب؟ وقعتوا في حب بعض؟ قالت له هو اختار يعيش حياة مختلفة معايا. قال لها يعني كان حب حقيقي؟ قالت له أيوه. قال لها ولما بتقولي لنفسك الكلام ده بتصدقيه؟ قالت له أيوه. قال لها ما اعتقدش انك بتصدقيه. قالت له بصدقه. لا ولا انت عملتي كده عشان تغيظي وتضايقي والدك؟ تعيط وبتنهار وبتودي وشها الناحيه التانيه. فبيقول لها شكرا على انتظارك يا ماري. قالت له دورك، العنوان. قال لها 15/22 ملعب لولا. صوتي كان واضح ولا علي اكتر عشان اصحابك اللي بيسمعوني دلوقتي؟ تتحرك الشرطه على هناك وماري ماشيه بيقول لها نسيتي تمثالك ده ليك، وخليكي فاكره دايما ان الحقيقه جوانا وبس. بتنزل تسال جيك انت ما رحتش معاهم ليه؟ قال لها وجودي جنبك افضل دلوقتي. بتروح الشرطه للمكان ومش بتلاقي حاجه، وبتقول ماري لجيك انا مش عارفه هو عارف كل ده ازاي عني، انا ما قلتش الكلام ده لحد خالص غيري انا. في الوقت ده بتفتكر جملته بتاع الحقيقه بتكون دايما جوانا. بيجي لها فكره وبتفتح التمثال اللي اداليها، بتلاقي فيه ورقه بالعنوان الصح، شارع العقيق 265. بيروحوا على هناك وبتدخل وبتشوف صور ليها في كل مكان وكل مراحل حياتها قدامها. فبيقول لها جيك يلا بينا عشان نبلغ السلطات. قالت له روح وانا هاخد صور واجي. وهي واقفه بتسمع صوت بيبكي تحت الارض. بتشيل السجاده وبتلاقي باب لقابه تحت الارض. بتفتحه وبتنزل وبتلاقي الحاكمه دياز. بتقول لها الحاكمه دياز؟ قالت لها مين انت؟ قالت لها انا اللي هخرجك من هنا. بيتفتح ازاي ده؟ قالت لها المفتاح مع رجل الشيطان. قالت لها هو فين؟ قالت لها وراك. بتضرب عليه نار وبتروح وراه تقول له اخرج وايدك على راسه. بيقول لها ماري وبيخرج وبتتصدم لما تشوف جيك. بتقول له جيك؟ بيقول لها ولا انه بيكون بيتكلم بصوت الفنان. قالت له ايه اللي انت عملته ده يا جيك؟ قال لها جيك مش هنا دلوقتي. فاكره لما قلت لك مفيش سجن يقدر يحبس راجل حر داخل نفسه؟ بتقول له يوفر؟ قال لها بالظبط، وبيهرب منها. بيقول لها لسه ما كملناش قصتي يا ماري. وبنرجع للماضي بنشوفه لما كان طفل وقاعد على كرسي متحرك وبيبص من الشباك على اطفال بتلعب في الحديقه اللي تحت. بياخد سكتش رسم وبيرسم، وهو بيقول لها امي كسرت كل كتب فني واجبرتني الاقي مواضيع تانية جديده للرسم. وقتها اكتشفت قوتي، وهي ان بعد ما ارسم حد اقدر اسيب جسمي وادخل لجسمه بشكل مؤقت. بنشوفه وهو بيرسم طفل بيلعب في الحديقه وبيغمض وبيقف الطفل يبصله من تحت. كمل وبيقول لها انا خبيت السر ده كتير لسنين، خفت تكون لعنه لحد ما صموئيل كشف لي انها موهبه جات لي لما في روح دخلت جسمي. اتولدت ملاك يا ماري، ملاك الموت. يمسك سلاحه وبيخرج يوجهه ناحيتها. فبتقول له لا جيك ارجع ارجوك. ولما بيقرب منها بتضربه بالنار. بيقول لها احترمت العقد اللي بينا، ووكيله الحاكم لسه عايشه والقاتل هيموت قريب. كنتش اقدر اعمل كل ده من غيري. كملي جميلك واضربي رصاصه هنا في راسي ما تخافيش. بتبكي ماري وبيخرج الفنان من جسم جيك وبيستعيد جيك وعي وبيسالها ماري انا فين؟ تبكي وبتقول انا اسفه جدا، كنت انت القاتل. يفتكر جيك وهو بيجهز الماده وبينظف ضوافره منها والضحايا اللي قتلها كلها. وبتكمل ماري وتقول له كنت انت المقلد طول الوقت. قبل ما يموت بيقول لها لازم توقف يا ماري، وبتحزن عليه جدا ماري. نروح للفنان وهو بيقول انت حر دلوقتي عشان تروح لشريكك القديم يا جيك، وبيحرق صورته اللي كانت في ايده. بيتكلم الاعلام كله عن المحققه ماري، تصرفاتها شجاعه لانهت عمليات القتل المرحه لشريكها جيك دويل وانقذت حياه وكيله الحاكم. بعدها بيبعت الرئيس لماري وبيقول لها عارف انها ما كانتش النهايه المتوقعه، كان عاوزك تعرف انك لحقتي وكيله الحاكم وانقذت حياتها. علماء النفس بيقولوا ان جيك كان بيعاني من انفصام وكان فاكر ان هو الفنان. انت ايه رايك يا ماري بما انك كنت هناك الليله دي؟ قالت له رايي مش هرجعه تاني. قال لها جيك اللي عرفته ما يقدرش يعمل كل ده، وانا عارفه من سنين طويله لكني ما قدرتش افهمه. بعدها بتروح جنازه والدها مع جوزها وهي ماشيه بتشوف الدكتور لوش. فبتروح بتقول له انت كنت تعرف والدي؟ قال لها لا انا كنت عاوز اشوفك انت، مفيش زيارات ولا اتصالات ولا حتى رساله يا ماري. فبتقول له انا كنت بسال نفسي انت هتظهر تاني امتى. قال لها انا كمان اشتقت لك يا ماري. انت ما كنتش ناوي ابدا انك تقتل وكيله الحاكم صح؟ قال لها طبعا انا كنت بس بدي حافز اضافي الرئيس عشان يوقع على تخفيف حكمي، ما كنتش طبعا ناوي اقتلها، بس الدور عليك انت. له ليه الالعاب دي كلها؟ كنت تقدر ترسم الحارس وتحرر نفسك وتقدر تهرب في اي وقت انت عاوزه. قال لها عشان اقضي حياتي كلها بيطردوني زي الحيوان؟ لا طبعا، الهروب ما كانش
نيتي يا ماري، وفي الحقيقة مفيش مكان تاني احسن من السجن عشان اقدر اكمل فيه شغلي، وهردلك المعروف قريب لما نقي روحك من الخطايا يا ماري. قلت له انت رسمت الدكتور لوش بقلم رصاص اسود صح؟ لا نعم. قالت له قلم رصاص اسود كان جزء من تجهيزات الفن اللي وصلت لزنزانتك امبارح. اعتقد انك فكرتها هدية من معجب، لكن لا، كانت مني انا، لاني شفت ان عندك عادة مضغ القلم الرصاص من اخره. حطيت نقطتين بس من المادة بتاعتك الخاصة، نفس المادة اللي استعملتها على والدتك. قال لها اكيد بتخدعيني. قالت له المفروض كنت اقدم المادة دي كدليل للشرطة، لكن جيك علمني بعض العادات السيئة. يلا يومك سعيد. وبيخرج الفنان من جسم الدكتور وبيبص للقلم الرصاص اللي مضغه فعلا، وبيروح يشوف لسانه في المراية بيلاقيه اسود. بيمسك التمثال وهو بيموت بالبطيء. هنا بينتهي الفيلم. لو عجبك الفيلم ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك، انت شجعني ان انا اكمل في الملخصات. عندك اي فيلم عايزني الخصه يا ريت تسيبهولي في الكومنت.